السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معانا في حدوتنا النهاردة يا أصحابي بنوتة جميلة اسمها نور، عندها 9 سنين وبتفكر بطريقة غريبة شوية غير زمايلها، بس ذكية جدا يا أصحابي وبتحل أي مشكلة تيجي قدامها. نور يا أصحابي لها زمايل كتير بنات وولاد، وعندهم المعلمة هدى، معلمة ممتازة وشطورة وبتعدل ما بينهم وصارمة جدا. المدرسة يا أصحابي كانت عاملة رحلة مدرسية وكلهم كانوا مبسوطين جدا، ويوم الرحلة المدرسية والباص ماشي بيهم فجأة الدنيا مطرت وغيمت. كلهم كانوا زعلانين جدا يا أصحابي، إزاي طب الرحلة بتاعتنا كده باظت؟ والباص وقف في مكان وقام قايلين هنفضل واقفين هنا لحد ما المطرة تخلص. وزي ما احنا عارفين يا أصحابي نور مش بتستسلم بسرعة، وأي مشكلة لازم تلاقي لها حل. نور قالت لهم يلا ننزل من الباص ونلعب. كلهم قالوا لها هنلعب ازاي في المطره دي، ده حتى ما فيش مظلات شماسي يعني. قالت لهم ومين قال لكم ان احنا ما معناش شماسي؟ احنا ما معناش شماسي بس نقدر نعمل بديل لها. نور قالت لهم يلا جمعوا معايا الاكياس البلاستيك والحبال واي كراسه قديمه. قالت لهم احنا هنعمل خيمه. نور علمتهم يا اصحابي وبداوا يربطوا الاكياس بالكراريس بالحبال بالباب بتاع العربيه اللي هو الباص، وربطوا اطراف الخيمه وعملوا خيمة جميلة قوي وفضلوا الأطفال يلعبوا تحتها. كانت خيمة زي السقف كده يا أصحابي، وكان كل الأطفال مبسوطين جدا حتى المعلمة هدى. الحقوا يا أصحابي المطر زاد والخيمة اتكسرت، انتوا عارفين ان الرياح بتبقى شديدة. كلهم خافوا جدا يا أصحابي وطلعوا يجروا ما عدا نور. نور كانت مبسوطة جدا، قالت لهم الله يلا بقى عشان نلعب شوية من غير خيمة. قالوا لها ازاي يعني؟ طيب قالت لهم هنلعب كده هوت ونتبل وهدومنا تتبل. عمر قال لها انت بتقولي ايه يا نور؟ نور قالت له في ايه يا عمر، ده مطره، هي المطره هتاكلنا يعني؟ كلهم اتشجعوا فضلوا يلعبوا تحت المطره وعلى الارضيه حتى المعلمه هدى، وكلهم كانوا مبسوطين جدا وفضلوا يضحكوا كتير قوي. خلصوا اليوم الجميل لعب وزقططه وفرحه، وركبوا الباص بقى عشان يروحوا. كلهم كانوا مبسوطين جدا يا اصحابي، حتى المعلمه هدى بتقول لهم انتوا عارفين يا ولاد دي اجمل رحله احنا عملناها. كلنا فرحنا من قلبنا جدا، ورغم العقبات اللي قابلناها الا ان احنا اتعاملنا معاها بكل سهولة وفرحة وضحكة. قولوا لي يا اصحابي في التعليقات استفدتوا ايه من حدوتة النهاردة، وما تنسوش تشوفوا في الديسكريبشن تحت وفي التعليقات ايه اللي انا محضرها لكم فجأة زي كل مرة، وعرفوني كمان ايه اللي انتوا عاوزيني احكي لكم عنه في التعليقات، ايه القصص والحواديت والحكايات اللي انتوا عايزين نتكلم فيها، ومين فيكم بيزعل من تصرف معين من زميله عايزيننا نتكلم عليه برضو. يلا بينا يا اصحابي عشان ناخد بايدين بعض كده ونبقى ناس كويسة جدا. ومين فينا كان في تصرف مش كويس وصلحه بسبب موقف معين؟ يلا يا اصحابي منتظرة كل ده منكم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يلا حبايبي تصبحوا على خير.